السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. كل سنة وانتم طيبين. ده الفيديو اللي وعدتكم فيه ان انا هوريكم احنا اشتغلنا واستخدمنا الخشب بتاع عشة الحمام في ايه. زي ما انتم شايفين كده، عملنا منه بيت للارانب وبيت كمان للفراخ البلدي. انتوا طبعا شفتوا معايا الفيديو وشفتوا المحل كان عامل ازاي. هنا بقى دي دورة فراخ ساسو مع ابيض. الدورة دي اللي انا شغالة فيها دلوقتي. انا بجيب الكتاكيت زي ما انتم شايفينها كده وبحضنها عندي في الشقه في كرتونه عادي. ممكن في الشتاء دي اقعدها 10 ايام 15 يوم على حسب. بمجرد ما ريحتها بتطلع بروح منزلها تحت. بس طبعا دول خدوا مني برد، وعايزه اقول لكم يعني الدوره بعالج فيها دي لي فتره، العمر 18 يوم والتحويل متاخر جدا. فبعت جبت علاج كتير واستخدمت علاج بشري كمان، وحاسه الدنيا برضو مش متظبطه معايا، لان انتوا زي ما انتوا شايفين الجو ده يعني في مزارع ربنا يعافينا يا رب بتقفل. فيعني مش هتيجي على الكتكوتين بتوعي الحمد لله. دي بقى البطاريه. بطاريه والله البطاريه دي عملناها من الخشب بتاع عشه الحمام. ربنا يديله الصحه ويبارك له ويسعده ويرزق من حيث لا يحتسب، امين. ابو اياد بصراحه الله يكرمه عملها لي زي ما انتم شايفين كده. عمل لي كمان العلافات. العلافات دي كنتوا ممكن تلاقيها بلاستيك بس انا بصراحه ما لقيتهاش. البديل كمان للحاجات اللي انا ما لقيتهاش، يعني ما شاء الله بديل العلافات عمل لي علافات خشب. بديل الارضيات البلاستيك عمل لي ارضيات جلد. الارضيات البلاستيك دي بتبقى عباره عن ادراج، انا سالت عليها في العياط ما لقيتهاش. طيب السلك انا جبت حوالي 25 متر سلك. المتر عامل 28 جنيه بعد 30 طبعا. احتاجت معايا زاوية حديد، واحتاجت كمان مفصلات. احتاجت مسامير بورما ومسامير صنارة، او مش عارفه هي اسمها ايه بصراحه، دبوس باين حاجه زي كده. الارنوب ده مزهقني كل شويه بيخرج من مكانه، معرفش بيطلع من انهي جهه، مع اني مقفله لهم بس معرفش. اول مره يطلع يعني دايما بشوفه كده، هو له يومين بس معرفش فتح منين، ممكن يكون من مكان الجلد ده. شفتوا معايا بقى عشه الحمام عملنا منها ايه. عملنا منها بطاريه ما شاء الله 3 ادوار، مقاساتها 2 متر في متر ونص. عملنا منها بيت للحمام وبيت كمان للارانب وبيت كمان للفراخ البلدي. عملنا منها حضان للفراخ اللي انتوا شايفينها دي الدوره اللي انتوا شفتوها معايا، اللي هي الكتاكيت اللي انا كنت لسه جايباها. انا كنت جايباها عمر يوم. في التصوير الاول كانت حوالي عمر يوم، اللقطه الثانيه كانت حوالي عمر 8 ايام. اللقطه اللي انتوا شايفينها دي عمر 18 يوم بالظبط. التحويل متاخر جدا، بسبب ان التحويل اتاخر ان هم خدوا مني دور برد جامد. وبصراحه انا ممكن اكون كتمت عليهم في الاول وبعد كده نزلتهم خدوا برد. فيفضل يعني المكان اللي تحضني فيه ما تغيريهوش. حضني يعني انت ناويه تجيبي فادخلي عليهم في المكان ده، ما تشيلوش بقى، وسعي شويه شويه، لكن تنقليهم من مكان لمكان كده لا. هنا بقى ما كانش عندي اي دواء برد بيطري، فرحت جايبه لهم كبسوله كده برد بشري علاج بشري يعني. حطيتها لهم حسيتهم نعنس شويه. قبلها بيوم بقى كنت مستخدمه لهم الفلاجيل ده مطهر معوي، يعني برضو بحس الدنيا معاهم بتتظبط شويه لما بتحطي المطهر المعوي ده. حطيت لهم منه جرعه، وبعد كده يعني كل 6 ساعات بغير لهم جرعه العلاج، واديني مستمريه معاهم لما اشوف هتوصل لحد فين يعني. بصراحه الدوره دي تعبتني جدا، مع ان الدكتوره دي انا جبت منها قبل كده الفراخ الساسو اللي انتوا شفتوها في الفيديو اللي فات، والفراخ البلدي اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو، والفراخ دي طبعا من عندها يعني. الفراخ البلدي دي بقيه الفراخ البلدي دي بقى حكايتها ايه. بصراحه المكان لقيته ضايق عليهم، وهم ما شاء الله بيسحبوا في العلف كتير. فحبيت ان انا اقلل يعني اقلل من عددهم شويه. فشفت الديوك اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو دول ذبحتهم ونضفتهم طبعا وظبطتهم، ومنهم خفوا معايا في العدد وخفوا معايا في الاكل كمان، يعني في سحب الاكل وادهم مساحه في المكان. طيب هنرجع للبطاريه. في هنا بقى وريكوش انتوا حاجه. الارنب اللي انا مش عارفه هي جت في الفيديو ولا لا، مش هوريلكوا عليه. في ارنب بني عندي كانت اخت جوزي بعتها لنا يعني. الارنب ده او الارنبه دي ولدت عندي 6 ما شاء الله، ولدت 6. اول 10 ايام انا طبعا ما بقربش منهم وبخاف من الارانب عموما.
بس اول 10 ايام انا قلت لولادي يروحوا يشوفوا، انا ما بشوفش حركه يعني، فبصوا عليهم كده، طلعوا لي 3 ميتين تقريبا طول الصباع، ما بياكلوش، ما بتاكلهمش خالص، ما بترضعهمش. هوريها لكم دلوقتي. وبعد حوالي 5 ايام تاني او 6 ايام، ما شاء الله بقى، كان باقي 3 او حاجه، ما لقيتش التالت، معرفش راح فين. والاتنين اللي كانوا باقيين اتكلوا على الله على يومين، الاقيهم معضوضين من الجنب. فمش عارفه هي ايه حكايتها. هي مش شاطره غير في الاكل، تحطي الاكل بتاعها بتسعى على الاكل كده. طب رضعي ولادك، ما بترضعهمش. معرفش المشكله في ايه وعلاجها ايه، لان انا طبعا اول مره اتعامل مع الارانب، فمعرفش مشكلتها ايه. وانا قلت خلاص يمكن هي، لان اول مره الناس قالوا لي ممكن كان لازم انت تساعديها، يعني تمسكيها لاولادها وتحاولي تقربيها منهم وترضعهم. طبعا انا مش هعرف اعمل الموضوع ده، فربنا يستر بقى، وهي في المره التانية تكون متعلمه يعني. بس لو ما عملتش كده وما ظبطتش هذبحها طبعا. احنا بقى هنا رجعت تاني للحضان. الحضان بتاعنا ده شايل حوالي، هنقول كام، هنقول هو طبعا حصل نافق عندي في الفراخ البيضة، فشايل عدد حلو، يعني هيحضن معاكي لفترة حلوة، يعني ممكن يقعد معاكي لحد 20 يوم. طبعا الفراخ انتوا متأخرين في التحضير، لو هو التحويل بتاعهم متأخرين في التحويل، لو هم التحويل بتاعهم مظبوط ممكن يقعدوا لحد 20 يوم وبعد كده تنقلي. لو الدنيا زي ما انت شايفه كده، لا طبعا انا هقعدهم بتاع 5 ايام كمان ولا 6 ايام، وبعد كده انقلهم في البطاريه واحاول اضيق على قدهم. طيب انا قلت لكم ان البطاريه دي كانت مقاساتها زي ما قلت 2 متر في متر ونص. ما كنتيش عمرك هتلاقي ادراج بلاستيك بالمساحه دي، لان احنا كمان انا اصلا ما لقيتهاش، مش متوفره. وزي ما قلت لك، هو ربنا يبارك له استبدل لي العلافات البلاستيك بعلافات خشب، هو اللي عاملها برضو، وفر عليا كتير حقيقة ربنا يعني. كشغل هي مريحة، يعني تشتغلي فيها هي ما شاء الله، تاخد عدد حلو والدنيا حلوة وكل حاجة. التطهير بقى انا لسه ما طهرتش، يعني انا بعد الدورة الاولانية انا لسه ما طهرتهاش، وان شاء الله لما اجي اطهرها هيبقى انتوا موجودين معايا، وهصور لكم طريقة التطهير ازاي وبنتعامل ازاي، وايه اللي انا بحطه في المطهرات في ان انا بطهر المكان وكده، وعلى قد ما اقدر، لان زي ما انتوا شايفين يعني عندي كائنات حية في المكان، فمش هينفع ان انا مثلا اغسل واعمل بكلور بقى بزياده وكده، يعني هتبقى الدنيا مش حلوه. طبعا الفراخ البلدي برضو كانوا تعبانين، لان هو الفيروس اتنقل للكل، فاضطريت احط لهم برضو فلاجيل. عايزه اقول لك بقى ان اللي ما بيربيش ما بياكلش. ربي في بيتك، ربي على قد ما تقدري، يكشي حتى تجيبي 10 فرخات. انا اول ما بدات في التربيه جبت 10 فرخات ابيض، وعايزه اقول لك ان ما كنتش جوزي موافقني على ان انا اربي. ازاي اتربي؟ ما كانش طبعا، انا كان عندي المحل برضو، كنت فاتحه ملابس زي ما قلت لكم قبل كده، بس فكره ان انا اجيب فراخ واربي دي كانت حاجه جديده عليا. دخلت على اليوتيوب وشفت فيديوهات وتعلمت ازاي اتعامل مع الفراخ دي، وازاي وكنت فرحانه قوي كل ما اجيب الكتكوت ويكبر معايا كده، كنت ابقى مبسوطه وفرحانه قوي. زي ما انت شايفه النتيجه، ربيت دوره فراخ بلدي. ايوه تعبتني، وكانت كل يوم معايا، وكل شويه احط بصل، احط مش عارفه ايه، بس في حاجه في خير، والحاجه بتيجي بسربه يعني. يعني عارفه انت ايوه بتصرف الفراخ، بتصرف مش ما بتصرفش، بس كل حاجه بتيجي، كل حاجه بتيجي برزقها، تبص تلاقي الدنيا معاكي بتتظبط والحاجه حلوه. عيشه الحمام كانت مركونه، عملنا منها كذا حاجه زي ما انتم شايفين كده، بدل ما كنت كل شويه اعمل في كرتونه والكرتونه تتقطع، شغلانه، والحمد لله. المهم بقى، دي الديوك اللي انا خفيت منها، الديوك او خفيت منها الفراخ البلدي عشان خاطر المكان، وبصراحه هم بيسحبوا كتير في الاكل. يعني انا ذبحتهم ونضفتهم. عايزه اقول لكم كمان ان انا فرحانه بنفسي قوي، لان انا ما كنتش بذبح، وتقريبا ما كنتش بتعامل مع الفراخ. دلوقتي ما شاء الله خافوا مني بقى اللي في بالي. المهم نضفت الفراخ زي ما انتم شايفين كده، وده ما شاء الله عمرهم 3 شهور، وحطيتهم في ميه النقع اللي انت شايفاها دي، ميه وملح وليمون وسكر ودقيق وطماطم، لو عندك بصل حطي، ورق لوري حطي، جنزبيل حطي، انا اللي متوفر في المطبخ حطيته يعني. سبتهم في ميه النقع دي، ولو هتضيفيهم في التلاجة لازم يتغسلوا مره واتنين تاني بعد الليمون والملح. كبد والقوانص انا ما بحبش احطها مع الفراخ،
فبغسلها لوحديها وبنضفها وبركنها في مكان لوحدي. دي بقى ان شاء الله ممكن تعملي منها جلاش، ممكن تعمليها سندوتشات للولاد. الخير بيبقى في بيتك، ما دام بتربي هتلاقي الخير مالي بيتك، وهتلاقي آه انت بتاكلي بتنوعي. يعني انت دلوقتي لو يعني معاكي مبلغ معين للشهر انت مخصصاه للبروتين مثلا، في الغلا اللي احنا فيه ده انت هتجيبي لحمه يا هتجيبي فراخ يا هتجيبي، انما لما تبقي مربيه هيبقى عندك فراخ بلدي، عندك فراخ بيضه، عندك فراخ ساسو، عندك كل الحاجات دي بتبقى موجوده عندك. وان شاء الله ممكن اتمدن واربي لكم بط بس مش عارفه اربيه فين. المهم يعني لو كنت وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس. لو حابه ان انا اصور لك البطاريه بالتفصيل جوه وبره والكلام ده براحتك، بس هي واضحه. شويه خشب هتظبطيهم، هتجيبي سلك، هتحطي زوايا من تحت السلك ده عشان الفراخ تقف، يبقى درج يعني. رف للفراخ ورف للسبله زي ما بيقولوا، وهتظبطي دنيتك بحيث انك انت تبقى تعرفي تنضفيها وتعرفي تتعاملي معاها. الحمام زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات احنا بطلناه لما لقيناه مش مجزي، ما بيجيبش همه. الفيديو الجاي ان شاء الله هوريك بيت الحمام، وهوريكي ان شاء الله انا حطاها في البلكونه، حلو قوي، عملها لي ربنا يبارك له يا رب ويسعده، عملها لي وعشان برضو يعني ما يبقاش مشروع وانتهى، اهو خير في البيت. احنا اصلا مش من هواة الحمام قوي، بس لو موجود ما بنقولش لا، بس ما بنسعلوش يعني يعني انا مش تقريبا ما بشتريهوش، لو موجود عندي وبربيه خير وبركه، مش موجود يعني ما بيجيش على دماغنا. لكن الفراخ البلدي ده خير واحلى كمان بقى لما تجيبي فراخ وتطلع بقى برابر. نفسي انا في الموضوع ده، انا عارفين انتوا مادام بصور معاكم ان شاء الله اول بيضه هتبيضها الفراخ هوريها لكم هعملها لكم هي الصوره المصغره بتاع الفيديو عشان كلكم تباركوا لي. كل سنه وانتم طيبين، وبعود الايام علينا وعليكم يا رب بالخير، ونشوفكم على خير في فيديوهات تانية اجمل واحسن. وده كان غدانا النهارده. قلنا بقى نروق على الولاد كده بديك من الديوك دي، والباقي انا نضفته وحطيته في الفريزر لرمضان. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير ومع الف مليون سلامه. يلا بقى، يلا بقى عشان تاكل. يلا يا اياد.